مستشفى 57 ما كانتش مجرد مكان بنتعالج فيه، كانت مكان رعاية واحتواء. يعني إيه حد يسمع ويطبطب ويصدق فيك حتى وأنت في أضعف ما تكون؟ اختياري لشغلي في مستشفى 57 357 ده ما جاش من فراغ، لان شفت في تجربتي مكان يستحق ان ابذل مجهود عشان اساعد الاطفال اللي بتتعالج زي ما كل الناس هنا ساعداها. ساعات كتير قوي بيحصل لي دروب وبدخل المستشفى بلاقيها بتستقبلني في الطوارئ. هي دايما فاتحه الباب لينا، ولو تعبنا في اي لحظه هي في ظهرنا. من الحاجات اللي كنت خايف منها جدا لما دخلت المستشفى انها تفوت عليا دراستي، لكن المستشفى وفرت مدرسه ليا ولكل زمايلي بكل الاعمار. كل تطوير وبنى ونجاح ده مش بيحصل صدفه، ده نتيجه تخطيط وعلم ودراسه. من كتر شطارة ومعاملة التمريض معايا حسيت إن هم جزء من عيلتي، لان 57 خلتنا اقوى، وازاي ابقى اكون شاطره في الحاجه اللي انا بعملها. علشان كده أنا دخلت كلية تمريض علشان أشاركهم في رحلة علاجهم. ده بيتي التاني اللي شفت فيها ذكريات عمري ما هنساها، فيها بحاول أكون مصدر أمل لكل الأطفال اللي بتتعالج. لازم كلنا نكون ايد واحده، لان قوه المستشفى وقفتنا جنبها. لسه عندنا احلام كبيره وباذن الله هنحققها. وبمساعدة كل الناس للأطفال اللي بتتعالج في مستشفى 57 هيقدروا يحققوا حلمهم علشان تفضل الحكاية مكملة. بتبرعكم ومساندتكم هيقدروا يكملوا أحلامهم بإذن الله.